يزداد ثقه فريق شاختار دونيسك من امام لاعبي فريق ريال مدريد، يزداد ثقه، يقول لك نحن قادرين على الصمود اكثر. اوه كره صعبه والحكم بعد قال جول. خطا فادح من اندري بياتوف، واول اهداف كريم بنزيما في دوري الابطال لهذا الموسم، الهدف رقم 43 في 74 مباراة لعبها كريم. في نهاية المطاف عند الدقيقة 30 تفك الشفرة ويتمكن كيتر شاختار مع مرور الدقائق والثواني. إيسكو من هناك على الجهة اليسرى، خروج الحارس، وكريم بنزيما لم يكن يتوقع بأن الكرة تأتي على طبق بهذا الشكل، ولكنه تموقع في المكان اللازم، فقال له الحارس هاي الكرة يا كريم إليك هذه التمريرة، فسجل أول أهدافك. خطأ فادح من الحارس أندري بياتوف أمام كريم بنزيما، عندما تخطئ بهذا الشكل تدفع الثمن يا بياتوف. بنزيما والريال جول، شاختار دونيتسك 0. ابكي يا بياتوف لأن الخطأ فعلا فادح. تغيير سيحدث اللي هو الكرات في الارجل، البحث عن بنزيما، دخل وجود رونالدو. كريم بنزيما عنده الكره يبحث عن التوغل، كريم الى المراوغه، اولا لا رونالدو الدفاع. الحكم يقول لك لا يا كريستيانو رونالدو. ماذا قال؟ ضربه جزاء، مترددا في الاول وبعدين اعلن عن ضربه جزاء لان الحكم المساعد اشار بضربه جزاء. داريو سرنا يقول بان الكره ضربت في ظهري، ضربه جزاء وبطاقه صفراء. الحكم المساعد هو الذي أقر بضربة الجزاء لكريستيانو رونالدو الذي سينفرد إذا سجل اليوم بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في دوري الأبطال. عنده 77 رفقة ميسي، يصير 78 إذا سجل اليوم. في ظهره، في ظهره، كرة في ظهره وليس بيده. هاي الإعادة هنا. نعم لا 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 لا، كرة في ظهره وليس في يده. سرنا يقسم بأن الكرة ضربت في ظهري ورونالدو يقول له ضربت في ذراعه. طبعا الحرب خداع والكرة هي هكذا. رونالدو يستعد، يسدد، لا ويسجل جول. بياتوف كاد يعوض الخطأ الذي ارتكبه، ولكن قوة التسديد عند كريستيانو رونالدو صنعت الفارق، وسجل الريال ثاني أهدافه من ضربة جزاء. كانت هدية من الحكم المساعد لفريق ريال مدريد لأن الكرة لم تلمس يد اللاعب داريو سرنا بل ظهره، ومع ذلك يبقى تقدير حكم المباراة هو السيد، وتبقى كرة القدم بمثل هذه الأخطاء تحمل الكثير من الأسرار. الأخطاء جزء، التغطيات التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم. كرة رونالدو اصطدمت بظهره حتى ولو لمست يده لأنه كان داير وجهه للخلف، يعني لم يكن متعمد. كريستيانو رونالدو بقوة على يمين بياتوف يسجل الثاني ويصبح أول هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا ب 78 هدف في مشواره. ميسي ب 77 هدف. ميسي يلعب غدوة. كارفاخال في وضعية سانحة، كارفاخال كانت توصل الكرة هذه اللي هنا لمسة يد ويقول ضربة جزاء الحكم. هنا لمسة يد ويقول الحكم ضربة جزاء. هاي ضربة جزاء صحيحة حتى ولو احتج عناصر شاختار. حكم المباراة السيد إيفان بيبيك الكرواتي يمنح ضربة جزاء ثانية لريال مدريد وفرصة ثانية لكريستيانو رونالدو لكي يعمق الفارق. نعم ضربة جزاء. إذا صفرها ضربة جزاء، وإذا لم يصفرها أيضا فهي ليست ضربة جزاء في تقدير حكم المباراة، لأنه رونالدو يستعد ويتقدم. كريستيانو جول. ثالث أهداف لريال مدريد، الهدف رقم 79 لكريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا في تاريخ مبارياته ومشاركاته. يصير اليوم رونالدو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد ما صار أفضل هداف في دوري لا ليغا الإسبانية الأسبوع الماضي عندما سجل 5 أهداف. تفوق على الجميع، تفوق حتى على راؤول الذي كان هداف لا ليغا، وتفوق وصار يلقب بلا بيستيا، يعني كأنه الغول العائد إلى قوته المعهودة بعد ما سجل خماسية. واليوم ثنائية، الريال متفوق ب3-0 أمام الشختار في سانتياغو برنابيو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. نتيجة للريال، رونالدو لم يكتفي بلقب هداف دوري أبطال أوروبا ب 78،
بد وصل إلى 79 هدف ثم 80 ثلاثية اليوم لرونالدو بعد الخماسية منذ 3 أيام. لا أذكر بأن رونالدو في ظرف 3 أيام زمان سجل 8 أهداف. لا أذكر، يجب أن نعود للأرشيف لنتأكد إن كان رونالدو سبق له أن سجل 8 أهداف في ظرف 3 أيام في مباراتين، واحدة في الدوري والأخرى في دوري الأبطال. رونالدو من ضربة جزاء، رونالدو من رأسية، رونالدو من ضربتي جزاء ومن رأسية يسجل الثلاثية اليوم، والريال يضرب بالرباعية يخيف كل منافسيه بهذا الفوز من أمام شاختار دونيتسك. 4-0 صارت النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة. قلت لكم بأن الأمور تعقدت على الشاختار منذ طرد اللاعب